السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. النهاردة طبعا هنبدأ يومنا من رجوعي من السوق. النهارده يوم السوق بتاعنا. رحت السوق الصبح بدري طبعا ورجعت، وجبت معايا السوق كله تقريبا المرة دي. اول حاجه عايزه اوريها لكم، جبت كده قفص برتقان بلدي عشان العصير، عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بحبه جدا في رمضان، وهو طبعا بيبقى تحفه ومليان فيتامينات الحقيقه. فانا بحب اجيب البرتقان البلدي علشان اعمله مع الجزر، وان شاء الله هعمله لكم في فيديو وهنشوفه مع بعض باذن الله هنفرزه ازاي. فجبت قفص زي ما انتم شايفين كده. كان البرتقان البلدي كان تقريبا الكيلو ب7 جنيه. وجبت كمان كرومباية كده للمحشي، كانت ب15. حسيتها ان هي غالية بس يعني ما علينا بقى، كنت مستعجلة وجبتها. يعني قلت ممكن يكون الراجل ضحك عليا، ويعني تكون هي ما تستاهلش غير 10 جنيه بس هي حجمها حلو يعني. تمام كده. وجبت كمان خلينا كده من جنب البرتقان برضو عشان نقول كل الفاكهة مع بعض. جبت ده برتقان سكري. ده كان الكيلو كيلو وربع ب10. كان الكيلو وربع ب10. تمام. واستفندي ده، اللي هو الاستفندي اللي بيكون كبير ده برضو كان كيلو وربع ب10 برضو. والبرتقان اللي هو البسرة اللي هناك ده كان لا كان ب10 جنيه. يعني ده كان اغلى حاجة جبتها، معرفش ليه يعني، مع انه كله برتقان بس يعني ما علينا. وكمان جبت موز. بس طبعا الموز على ما برجع بيه من السوق، يعني هو كان مصحصح كده وشايف نفسه قوي عند الفكهاني، معرفش انا على ما جيت بيه من السوق بقى مسود كده ليه، بس بيبقى مسكر زي العسل. الموز المنقط ده بيبقى حلو جدا. ووقع طبعا مني من عجلة السوق وانا ماشية، وراحت دايسة عليه سيكة، فيعني الحمد لله ان هو وصل سليم. جبنا ايه تاني؟ جبت جزر طبعا علشان عشان البرتقان. جبت 4 كيلو جزر. الجزر كان ب5 جنيه تقريبا. كان ب5 جنيه. تمام كده. وجبت كمان فلفل، اللي هو الفلفل الحامي ده، علشان اعمل هريسة شطة ما كنتش لاقياه لو تفتكروا. في فيديو تفريزات رمضان كنت عاملة هريسة الشطة بالفلفل الاخضر، لان ما كنتش لاقية الفلفل الاحمر ده. بس لقيته النهاردة فجبت ده. كان الكيلو ب20 جنيه. وجبت تاني جبت بقى بسلة. البسلة برضو ب25، لقيتها نزلت شوية لان انا كنت اخر مرة جايباها كانت ب30. والخيار النهاردة الاتنين ب25، بس انا جبته ب10 جنيه، بس حلو ما شاء الله ومسكر جدا. انا جبت ايه تاني؟ وجبت كوسة برضو. الكوسة ب20. صغيرة كده وحلوة ما شاء الله. تمام. وجبت ايه تاني؟ والبتنجان الرومي ده كان الكيلو ونص ب10. وجبت بقى الصفاية دي. عندي الصفاية بتاعتي اتكسرت، فدي لقيتها ما شاء الله محملة كده، يعني احسن كمان من القديمة، بس غالية بصراحة. كنت سائلة عليها من كام سوق، قال لي ب55. المرة دي قال لي ب65، ومرضيش ابدا ينزل ولا يفاصل. بس هي حلوة علشان فيها دعامة كده من ورا. الداير اللي انتوا شايفينه ده كده يعني محملة احسن من التانية، عشان التانية كانت بتفك من هنا. كانت الدواير دي السلك دي بتفك من بعضها. وكانت ايديها برضو بلاستيك، لكن دي كلها ستانلس. حسيتها كده خامتها حلوة. دي كانت ب65. وجبت اللي هو مش عارفة ده كرنب السلطة، بيقولوا عليه خس كابوتشا ولا ايه. المهم هو كرنب السلطة ده اللي بنعمل منه السلطة. الواحدة ب10 جنيه. هو بيبقى غالي عن الكرنب العادي، سواء هو او الكرنب البنفسجي. جبت 2. وجبت بقى خس اهوت وخضرة للمحشي. ودي الحاجات اللي احنا اشتريناها من السوق النهاردة. وجبت كمان وجبت ليمون. الليمون الكيلو ب20. جبت ربع ب5. يعني انا بجيب ربع بربع الليمون بالذات عشان ما يضربش كده في التلاجة، ويعني دايما بجيبه جديد. بس يعني ده كده كان تسويقتنا النهارده. قولوا لي برضو، اكتبوا لي في الكومنتات الاسعار دي كويسه ولا انتوا عندكم اغلى ولا ارخص ولا ايه. اكتبوا لي في الكومنتات. في اليوم ده بقى بعد برضو ما جيت من السوق،
خرجت بقى، رحت جبت شوية برضو مشتريات من كازيون ومن العطارة، يعني برضو مشتريات الشهر للمطبخ، غير بقى الخضار والفاكهة، زيت بقى ودقيق والكلام ده كله. فجبت المايونيز ده، كانت الازازة الصغيرة ب20، ولقيتها في كازيون، يعني كنت جايباها من حد ب20، ومن محل يعني، ورحت كازيون لقيتها الكبيرة دي لقيتها ب30، فجبتها. جبت كمان ازازة خل، والرز البسمتي ده لقيته ب55، ما شاء الله جربته لقيته تحفة جدا. طبعا انتوا عارفين الرز دلوقتي ب80 وب90، هو حبايته قصيرة شوية، بس بصراحة حلو زاد كده وكان طعمه جميل. جبت كمان جردل جبنة رودس بطعم الرومي، ده الجردل ده 2 كيلو ونص، دي جبنة من غير شرش خالص. الجردل ده كان ب150 جنيه. و اللهم صل على سيدنا محمد. وعايزه اقول لكم كمان جبت الاربع ازايز زيت، دول 2 كيلو 200 جرام. ازازه الزيت زادت عن الشهر اللي فات 40 جنيه بحالهم. الشهر اللي فات كنت جايبه ب 162 تقريبا، الشهر ده ب 199. جبت كمان، لقيت في كازيون الدقيق ده اسمه بيكي بيكر ب 22 جنيه. طبعا الدقيق دلوقتي كله ب25، والسايب بقى كمان ب26 او ب28، حاجة زي كده. وجبت علبة مرق الدجاج ب30، وربع لبن بودرة، ده لبن بودرة جبته ب70، برضو غلي عن الشهر اللي فات. الأسعار الشهر ده ربنا يعافينا ويعفو عنا، بجد حاجة فظيعة جدا. الكريم شانتيه جبت برضو ربع كيلو، الكيلو بتاعه كان ب280 جنيه، جبت ربع. وجبت كمان اكياس حراري اللي هي جنب الدقيق دي اللي واقعة في الأرض، كانت ب20، اللي الكيس اللي هو فيه خمس، الباكت اللي هو فيه 5 أكياس ده، وحجمه متوسط. وجبت شكارة الملح البونو دي فيها 10 أكياس، اللي هو الكيس 600 جرام ب22 جنيه. ودول بقى شوية بهارات برضو، يعني بجد الأسعار عقدتني الشهر ده، اللهم لك الحمد. ربنا يا رب يرفع عنا الغلاء ويرحمنا برحمته. ده كده تمن كركم كان ب20، وده ورق لورا وبهارات فراخ، ودي قرفة عيدان. اللي هبقى فاكرة سعره، لان الفيديو متصور بقاله كام يوم، فاللي فاكرة سعره هقوله. دي قرفة ناعمة، دي تقريبا ب5 جنيه. القرفة اللي هو شوية القرفة الصغننين دول. وفاكرة ان الكركم برضو كان التمن كيلو ب20 جنيه. وده كمون، الكمون الربع كيلو ب60 تقريبا، او ب55، حاجة زي كده يعني، مش فاكرة قوي. الفلفل الاسود اللي متأكدة ان هو ب60 الربع كيلو. دي شطة برضو شوية، دول ب10 جنيه. وده بلح جوزة الطيب، مش بستخدمه كتير يعني قليل لما بستخدمه، او بستخدم منه جزء بسيط جدا، من غير يعني ما يذكرش. وده كان كيلو سميد، السميد البسبوسة برضو كان ب30 جنيه. جبت ايه تاني؟ دلوقتي هقول لكم. ده نشا جبت برضو نص كيلو، النص كيلو النشا كان ب20. والمكرونة الأقلام الصغيرة السايبة دي، يعني بجد استخدامها تحفة جدا. الشكارة بتاعتها مكتوب عليها البركة، بتبقى كمان أحلى من الأكياس. بحبها جدا في البشاميل وفي طواجن المكرونة، بتبقى تحفة وما بتعجنش ولا بيحصل لها أي حاجة، أحسن كمان من الأكياس بتاعة الشركات. فدي كده كانت المشتريات اللي انا جبتها مع مشتريات السوق، يعني زي ما قلت لكم كان في نفس اليوم كل المشتريات دي. لان انا طبعا بحب اجيب الحاجه كده بالشهر، بتريحني ان انا منزلش كتير. طبعا المكرونه مش مكتره، جايبه 2 كيلو بس، لان انا كان عندي هنا برضو 2 كيلو، غير الاسباجيتي كانت موجوده، وكان عندي لسان عصفور، وعندي برضو مكرونه من الصغيره. يعني كان عندي حاجات كتير، وعندي برضو 3 ازاز خل، فجبت عليهم ازازه واحده. يعني الحاجات اللي كانت موجودة جبت عليها كمالات، بحيث انه ايه، يعني خلاص الواحد يجيب على قد احتياجاته، اللي موجود ومتوفر خلاص، يبقى كويس. اشوفكم في فيديو